السلام عليكم البنات الزينات ويا الفحلات العذرات الغاليات على قلبي، صلوا معي على النبي. اللهم صل وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي، نتمنى يلقاكم فيديو تاع اليوم بأحسن الأحوال، أموركم هانية، صحتكم لاباس بإذن الله. المشتركات تاوعي نقول لكم مرحبا بكم، والجدد اللي راهم ينضموا للقناه من جديد نقول لكم الف مرحبا على قناتي هاجر غوسات. واللي راهي تشوف الفيديو لاول مره ومازال ما اشتركتش نقول لك اختي العزيزه دخلي اشتركي في القناه اسفل الشاشه، هكا ان شاء الله باش يوصلك كل ما هو جديد من وصفات وتدابير هاجر. كما راكم تشوفوا معايا اخواتي الاعزاء، جبت لكم وصفه صيفيه موسميه رائعه اللي هي الفلفله، وفي بعض المناطق يقولها الشكشوكه. فرجه ممتعه باذن الله، وبقاي معايا للاخير. بسم الله على بركة الله. حبيباتي، كما راكم تشوفوا معايا اليوم هذا هو المقدار اللي نحمدها لكم. انتم تقدروا تضاعفوا يعني الكميه. المقدار اللي مثل لكم اليوم يقد يعني 4 اشخاص، ولكن نصيحه اللي نمدها لك اختي العزيزه، كي تبغي تشري فلفله باش تجيك بنينه حاولي انك تختاري هذه النوعيه اللي تكون صفراء. اما هذيك اللي راهي على لاغوش اللي تكون فونسي تكون شويه ريحه بالمروريه. انت الا كان عندك لو شوا يعني حاولي تختاري هذه الصفراء. انا راح نرافقها بالجويه ولا بالحار، ديت 5 حبات. انا نبغيها تكون حاره، باغ كونطخ انت لازم ما تبغيهاش حاره، مسكيه فقط بقرن واحد تاع الحار. ديت معاها 2 حبات تاع طماطم يكونوا صغار، انت تقدري تكتفي بحبه واحده فقط. والثوم عندي هنا السنه تاوعي راهم كبار، ديت 3. انت الا كانوا صغار تقدري تدي حتى ل6 سنينات تاع الثوم. وكيما راكي تشوفي معايا هنا اختي العزيزه راني نشوي فيها على لا بلاك الكتريك. وي انتي اختي العزيزه لا راكي محرومه من الفلفله المشويه وعندك لا بلاك كيما انا، ان شاء الله ما تحرمي من حتى حاجه من هذه الدنيا. انعم، وي ان شاء الله راح يفرحك بزاف الفيديو تاعي تاع اليوم، سورتو لا كنتي يعني متوحشه هذا النوع من الطبخات اللي تكون فيها حاجه اللي تكون مشويه. كيما شتي معايا انا اختي العزيزه راني نشوي في الفلفله تاعي والحار من كل الجوانب، يعني الطريقه اللي قاع تعرفوها موالفين ديروها. ان شاء الله انا راح نديرها دون ساشي يعني باش نعرقها ونخليها تبرد لي. الا كنتي اختي العزيزه في فصل الصيف ما تخليش الفلفله تاعك ديباسي بلوس دو 3 اور، باسكو لو كان ديباسي 3 اور راح تحماض لك يعني تقراص لك. وإلا كنتي في فصل يعني الشتاء نقولك تقدري تخليها توت لا جورني، كاين اللي تبغي تشويها وتوخرها دورك الحشيه ونوض نقيها. فقط انا نمدلك نصائح نتمنى انك تاخذيهم بعين الاعتبار. ان شاء الله نحن نرجع لكم من الاخوات بعد ما تعرق لي الفلفله تاعي وتبرد لي باش نقدر يعني نقيها اليز. كيما شفتوا معايا هنا خواتاتي العزاز في نفس يعني لو ساشي اللي عرقت فيه الفلفله تاعي راني نقلع في هذيك لابو يعني الكبيره كاع نقلعها في الساشي، ومن بعد نفتحها نقلع لها الراس تاعها والزريعه. خواتاتي انا الجن اللي يحكمني كي نشوف طبسي تاع فلفله فيه هذيك الزريعه قلبي الصغير لا يتحمل. نبغي الفلفله تكون منقيه على يتشرع، يعني من الزريعه تاعها ولا من لابو تاعها. والخطا اللي ما نبغيكش ترتكبيه اختي العزيزه باش تجي الفلفله تاعك بنينه، وبزاف منكم يشتكوا تقول لك انا الفلفله تاع ميمتي ولا تاع جوزتي ولا تاع جارتي تجي بنينه، اي بورطون ورات لي كيفاش ديرها، يعني المقادير كيفاش طيبها، تقولها قليها في الزيت والملح وهكا وما جاتنيش كيما تاعها. السر في يعني في التنقيه تاعها. بزاف منكم اللي تنقي الفلفله تاعها تحت الغوبيني تاع الماء ولا تخليها تفلوطي في الباسينه تاع الماء. نحن نقول لك بلي هذيك الفلفله تاعك تخليها تفلوطي في الماء البنه كاع راحت مع هذاك الماء. دونك دو بريفيرونس تقلعي كاع داك الكبير كيما شفتيني درت، ومن بعد تبقاي تدخلي في يدك في هذاك الماء وتمسحي الفلفله تاعك، يعني ما كيش راح تشليها فقط تمسحيها وتجيك نقيه على يتشرع كيما راكي تشوفي معايا. هنا راني نفيني فيها نقلع هذوك الحبات تاع الزريعه ولا كاش حاجه هكا من الفوق نقيها، وتواصلي تنقي كاع هذيك الكميه تاع الفلفله تاعك بنفس الطريقه. فقط هنا اختي العزيزه الا كانت عندك كميه كبيره تاع الفلفله الماء تاعك اوتوماتيكمون راح يتوسخ لك، دونك كي راح تبدلي الماء تاعك دو طون زون طون كي راح تبدليه. كيما شفتي معايا اختي العزيزه راني قلعت كاع الكبير في الساشي وراني نمسح في الفلفله تاعي، ندخل فقط يدي في الماء راني نقولها ونكرر فيها. هذا هو السر اللي يخلي الفلفله تاعك تجيك بنينه. وبيان سور كي تختاروا النوعيه تاع الفلفله اللي تكون ملحمه تاني يلعب دور، ماشي كيما هذيك اللي تكون يعني رقيقه اون فوا تشويها راح يروح لك كاع الجهد تاعها بلا ما طيبيها بالصوص طوماط. دونك هذا هو يعني الاخطاء اللي ما نبغيكش ترتكبيهم، سورتو كي تختاروا يعني فلفله حاولوا انكم تختاروا الفلفله اللي تكون يعني يونيفورم، ماشي هذيك اللي تجي معوجه بزاف باسكو تغبنكم باش تشوها. كيما شفتوا معايا انا خواتاتي العزاز راني راح نواصل كاع نقي في الكميات تاع الفلفله تاعي،
وطبيعة الحال نفس الشيء مع الجوية، نقوها بنفس الطريقة ولا للحار، كل واحد كيفاش يسميه. كيما موالف نقول لكم بدون جهوية خواتاتي الأعزاز، نحترموا كاع اللهجات. ليسونسيال نحاول اني يعني نوصل لكم النصائح ولا الوصفة كيفاش تطيبيها. اما بالنسبه للتقطاع تاع الفلفله تاعكم، نقول لكم من دار لخوتها، يعني تختلف طريقه تاع التقطاع تاع هذه الفلفله. انا راح نبارطاجي معكم يعني الطريقه اللي موالف نقطع بها عفوا الفلفله تاعي بهذه الطريقه. نفتحها كاع نحطها على لابلونش تاعي ومن بعد نقطعها ديريكتوم بهذه الطريقه. كاين اللي يقطعوها غير بيديهم، كاين اللي يديرها في الاشواغ، كل وحده كيفاش تنقيها. باسكو اللي يديروها في الاشواغ هذيك كيسموه الحميص ولا الشليطه، اللي تجي حاره بزاف ويفوتوا بها الماكله تاعهم القبايل ولا مع الشوا. تحيه عطره للقبايل، الشليطه تاعهم واغرم اقوران فوالا سي جو مو ترومب با، لا يعلى عليها. ان شاء الله راكم راح تشوفوا معايا هاد الوصفات بروشانمون باذن الله. نحاول اني نلبي طلباتكم، فقط اصبروا عليا خواتاتي العزاز. ان شاء الله راح نتواصل مع احباباتي وصحاباتي وخواتاتي القبايل يعطوني الوصفات ونبارطاجيهم معكم ونقول لكم سون فوت. اذا كيما راكم تشوفون راني قطعت الجويه تاعي يعني رقيقه بارابور الفلفله، وانا راح نوري لكم هنا كيفاش يعني تكونسيرفوا الفلفله تاعكم. على بالكم بلي بزاف منا اللي يكونسيرفي الفلفله تاعه في الكونجيلاتور، يعني كي تكون موسميه وبوندون لاني يجبدها من الكونجيلاتور ويطيبها. بعد ما تنقيها وتقطعيها ديري 500 غرام 800 غرام، تو ديبون شحال تبغي الكميه تاع الفلفله تاعك. زيدي لها شويه تاع الحار هكا في الوسط، ومن بعد غلقي عليها بهذه الطريقه. نون سيلمون اكي راح تكونسيرفيها بيان، وزيد ما تشدلكش بزاف البلاص في الكونجيلاتور. هاد الساشي تاع الفلفله كيما راكم تشوفوا فيه خواتاتي يقدر يشد لكم حوالي 8 اشهر في المجمد، يعني في الكونجيلاتور. كيما شفتوا معايا هنا خواتاتي العزاز، على بالكم بلي الحمد لله القناه تاعي فيها المصداقيه. الفلفله تاعي عفوا الطماطم تاعي كانت اورانج، سي بور سا زدت عليها ملعقه صغيره تاع البابريكا، والثوم قطعتها هكا طول طول باش الزوج الكريم يقدر يعني ينقيها كي يبغي ياكل. عندها بروبليم مع الثوم، ما يبغيش يشوفها في الماكله، ولكن ما عندهاش اشكال مع المذاق. حطيت هنا الزيت، قليت الثوم تاعي على جنب، والطماطم زدت لها شويه تاع الملح على جنب. كيما شفتوا ما فيهاش كاع لي زيبيس. حاولوا انكم تقلوهم مع بعضهم حوالي يعني 4 دقائق. كاين اللي يدير كلش بارد في بارد، نقول لك هذا خطا فادح اختي العزيزه. حاولي انك تقلي الطماطم تاعك، يعني صوص طوماط تكون مقليه وتنقص لك شويه من هذيك الحموضيه، ومن بعد اون فوا تحطي الفلفله تاعك، يعني راح تبداي تخلطي فيها بهذه الطريقه. كيما شفتوا هنا الفلفله تاعي راهي ملحمه، يعني ماشي كيما اللي تكوني شويتيها في الفوغ. وبطبيعة الحال هنا بزاف الأخوات اللي شفتهم يعني بشوفة عيني الفلفلة يغطوا عليها، يعني تغطيها وتخليها تعرق. هذاك خطأ فادح أختي العزيزة، رايحة الفلفلة تاعك يعني تدبالك، ما توليش قاع تبان، باش تبقى لك هكا الحبة على خطها. ما تغطيهاش وبقاي اشاك فوا هكا شاك 3 4 مينوت تخلطي فيها. نيح ان شاء الله خواتاتي العزاز نبارطاجي معكم الوصفه اللي يعني احنا في دارنا ما نديروهاش، ولكن اكتشفتها يعني كي تزوجت ورحت للعاصمه. الزوج الكريم في دارهم يعني ياكلوا هكا الفلفله، قلت نبارطاجيها معكم. انا او ديبي كي شفتهم هكا ياكلوها يعني صدق الامانه جاتني بيزار، ولكن اون فوا دقتها والله لا بنينه عسل. كي ديروا لهذيك الفلفله تاعكم تزيدوا لها يعني البيض بهذه الطريقه، يعني ديروها اومليت سيرتو لا كانت حاره، والله تجي بنينه وسيرتو زاكيه. تقدروا ما ديروا معاها اوكان بلا، يعني حتى حاجه غير هي تكون كوم بلا برينسيبال. كيما شفتوا معايا خواتاتي العزاز، كانت هذه الفلفله تاعي، طبق تاع الفلفله ولا تاع الشكشوكه تاع اليوم كانت حاره بنينه ومشي حامضه. كيما شفتوا راها متجانسه الكميه تاع الطماطم مع الفلفله، وما جاتنيش الفلفله يعني هذيك اللي مدره كاع الجهد تاعها. زدت لها شويه تاع زيت زيتون، على بالكم باللي يعني هو راه دواء وباش ما تحرقش الاستوما تاعك بهذاك الحار. رافقتها مع المطلوع باش نغمسوا هذيك الفلفله تاعنا. جاني المطلوع تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شافوش الوصفه تاع المطلوع، نقول لكم راهي متواجده في القناه وبمقادير مضبوطه. قدمت لكم اليوم الفلفله يعني طريقتين مختلفتين، بالزيت زيتون هذيك الحاره وبالبيض. نتمنى تكون نالت اعجابكم الوصفه تاع اليوم، تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله حبيبي.